ليه في واحدة بتاكل كيك وشوكولاتة وما بتتخنش وانتي مديحة الأكل بس بتتخن؟ حاسة بيكي يا حبيبتي، كملي بس البودكاست للآخر وانتي تعرفي الفرق بينك وبين صاحبتك اللي بتاكل وما بتتخنش. مش حظ، الموضوع له علاقة بالنشاط اليومي، الكتلة العضلية، النوم، التوتر، وحتى الهرمونات. اعرفي الأسباب وخطوات الحل. عمرك سألتي نفسك ازاي صاحبتك تاكل كيك وشوكولاتة وما تتخنش وانتي لو شفتي صورة كيك في بوست وزنك يبان عليه تاني يوم؟ السر مش في الأكل بس، السر في جسمها بيتعامل ازاي مع الأكل. أسباب إن في واحدة تاكل وما تتخنش وإنتي العكس. أول حاجة النشاط الحركي اليومي. في ست تانية قاعدة على مكتب 8 ساعات، حركتها زي مروحة مكتب، بطيئة. النتيجة الأولى بتحرق أكتر من غير رياضة. في ست شغالة طول النهار، بتنضف، بتغسل، بتتحرك، جسمها زي مروحة سقف شغالة 24 ساعة. رقم 2 الكتلة العضلية. كل ما زادت عضلاتك زاد الحرق. عشان كده تمارين المقاومة زي السكوات والضغط بتفرق جدا. العضلات بتستهلك سعرات حتى وانت قاعدة. الرجيم القاسي والتكيف الأيدي. لما تعملي دايت قاسي جسمك يفتكر انه في مجاعة، يبدأ يقلل الحرق عشان يعيش. النتيجة ما بتاكليش وبرضه ما بتخسيش. رقم 4 نوع الأكل مش كميته. قطعة بسبوسة صغيرة سعرات حرارية كتير جدا وفاضية. البروتين والألياف بيتحرقوا ببطء ويشبعوا. السكريات والدهون سهلة التخزين وبتفتح الشهية. النوم، النتيجة نفسي في حلويات طول الوقت. قلة النوم بتلخبط هرمونات الجوع والشبع. التوتر وكمان بيزود الشهية للأكل المسكر والدسم. الكورتيزون هرمون التوتر يخلي الدهون تتخزن في البطن. الهرمونات، مشاكل زي الغدة الدرقية أو مقاومة الأنسولين تبطل الحرق. وسائل منع الحمل زي الحقنة 3 شهور ممكن تزود الوزن واحتباس المية. إيه بقى الحل العملي؟ أول حاجة الحركة، 10 دقايق مسح أو ترتيب بعد الأكل تفرق. من 8000 ل 12000 خطوة في اليوم. تمارين المقاومة 3 أيام في الأسبوع، سكوات، ضغط على الحيط، نص ساعة على الأكل على الأقل. النوم المنتظم، نامي بدري وفي ميعاد ثابت جسمك هيشكرك. الأكل الصحي، وداعا للبسكوت والمشروبات الغازية. الشوكولاتة قبل النوم، الإندومي. بروتين بقى بياض بيض، فراخ، تونة، عدس، خضار وفاكهة يومية. نشويات معقولة زي عيش السن والرز البني. بدايل ذكية عشان الحلو. نفسك في شوكولاتة بالليل، بدليها بفاكهة أو مكسرات بسيطة. الخلاصة، الموضوع مش حظ ولا وراثة بس، الفرق بينك وبين صاحبتك اللي ما بتتخنش هو نشاطك اليومي، كمية عضلات في جسمك، نومك، توترك وأكلك. ابدأي بخطوات صغيرة زي الحركة، النوم والبروتين، وهتشوفي فرق كبير. تابعي مقالات أكتر علينا، هتلاقي كل النصايح اللي تساعدك توصلي لوزن صحي وتعيشي حياة متوازنة. سلام.